السلام عليكم، مع حضراتكم دكتور محمد طويل، دكتور التدريب الرياضي. النهارده جالي اكتر من استفسار من سيدات كتير وامهاتنا، معظمهم عندهم مشاكل ما بيقدروش يصلوا او يسجدوا في الصلاه. اهالينا كلهم او معظمهم بيبقى عندهم مشاكل ومنهم والدتي. اقول لكم النهارده على افضل تمارين نعملها ان شاء الله هتساعدني ان انا اقعد واسجد صح واعمل ما فيش ادنى مشكله منها. التمارين دي هتبقى سهله وبسيطه، من وضع الركود او ان انا نايم على ظهري سهل خالص. انا نايم على ظهري اهو. بصوا كده يا جماعه، هنقوي العضلات كلها المحيطه بالركبه، فده هيساعدني ان انا اصلي واسجد صح عادي خالص. بصوا اول تمرين، انا نايمه خالص اهو على جنبي اهو، وبرفع رجلي دي وبشد مشط رجليا واثبت. واحد اهو، اتنين، 10 عدات و10 ثبات. هعمل قد ايه؟ هعمل 4 مجاميع. ادي اول تمرين. التمرين الثاني زيه بالظبط. ابص، انا رجلي اهي، اشد مشط رجليا تاني اهو، واشد مشط رجليا واطلع بيها لفوق. واحد وانزل، اثنين، ده عشان اريح ظهري، انا تاني دي عشان اريح ظهري. 3، 10 عدات واثبت